بسم الله، اذكر الله وسمي الله وصلى على الرسول، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. معانا كده النهارده احنا كده، انا كنت عند عمتي بقى النهارده تاني يوم الفرح، فحبوا بقى ايه، كانوا عايزين رز معمر، فطلبت مني ان انا اعمل لها رز معمر، فعملنا لها بقى رز المعمر. شايفين الصينيه كده وجمال الرز المعمر معانا ما شاء الله كده عليه، طريقه جميل كده وشه طري كده وجميل. وعملنا بقى ايه مكرونه حبايه وحبايه، وعملنا شوربه مكرونه. كانوا عايزين عصفور بس ما كانش فيه، وده بقى كده ايه، كنا وضبنا الاكل بقى وخلصناه. يلا بقى كده خشي معانا الفيديو وشوفي بقى مين اللي كان طالب الرز المعمر معانا. بس بصراحه هي بقى مش موجوده، خلصنا الاكل هي مش موجوده دلوقتي لسه. بقى ايه اما تيجي هنشوفها تحكم مع رز وهتقول لكم رايها ايه. يلا خش معانا كده وشوفوا الفيديو، واذكروا الله وسمي الله وصلى على الرسول، اللي بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم. انا طلبت من خالتي ميرا تعمل لي رز معمر، وهي عملت لي رز معمر. بس هي حطت الرز الاول، بعد كده تحط اللبن والقشطه، وبعد كده تحطه في الفرن والدقيق، وبعد كده تحطه في الفرن هيستوي. بعد كده نبقى لما يتعمل هقول لكم ان كان حلو ولا وحش، بس هقول لكم رايي بصراحه. هنا بقى الرز ده دخلته الفرن دلوقتي، خلاص هقفل عليه بقى، واقوم بقى ايه نعمل شويه مكرونه كده محمرين. عشان كده احنا بصراحه هنا كنا عاملين بقى كده ايه بط اللحمه. بس يا حبيبتي كفايه. احمر بقى شويه مكرونه اهوت، بدات احمر فيهم يعني على ما الرز بقى يدخل الفرن كده ويستوي برضه، نكون ايه جهزنا بقيه الغدا. دي برضو كده معايا ملوخيه اهي، كنا حاطينها بقى تفك كده على ما الشوربه تخلص علشان نعملها. هنا بقى كنت خلاص صفيت الزيت من على المكرونه ديت بعد ما حمرتها فيه، واحط الزبده بقى كده هي بلدي، وازود بقى الشوربه عليه. احنا جايين فسحه او كل حاجه، بس انا بقى جيت عند عمتي وحبت بقى، كانوا طالبين الرز المعمر. قلت بقى كده ايه نجربه ونشوف النتيجه هتطلع معانا ازاي. بصراحه يعني الواحد مش مستبشر كده لو الرز دوت، اما نشوفه هيطلع ازاي معانا دلوقتي. هنا بقى دي الملوخيه اهي، دي الملوخيه اللي متفرزه. الاضاءه على فكره مش مظبطه عندي خالص، معلش الاضاءه هي اللي مش حلوه كده. بقى ايه كنت خلصت المكرونه اهي. هنا بقى علشان طبعا الفرن هنا معايا ما بيشتغلش ايه فوق وتحت كده، فتحس ان الناحيه ايه اتحمرت والناحيه لا، يعني اتحمرت كده على الصاج بتاعه الفرن ويايا. هنزل بقى كده ايه احط له بقى حته زبده كده بلد على وشه. المفروض بقى كنا سيحناها، بس ايه مع السخونيه كده هتبقى حلوه برضو. خلاص نحط له شويه زيت. طبعا احنا متعودين مع بعض، بعمله معاكم كتير خالص في الفيديوهات بتاعتي، بس هنا بقى ايه اول مره كده كنا نجربه ونعمله. هنا بقى كنا خلاص خلصنا الاكل اهوت، والرز طالع ما شاء الله كده عليه. حمرت بقى اللحمه وغرفت مكرونه كده عاملينها يعني ايه حبايه وحبايه، يعني محمرينها وضايفين عليها الشوربه وكده. وكده ايه السلطه. خلاص بقى كده كانت اخر حاجه بقى معايا كده على النار الملوخيه اهي. قلت بقى اوضب لها الطشه بتاعتها.
نحط لها بقى كده ايه شويه زبده. خلاص بقى كنت خلصت الاكل اهوت بقى، ودي كانت اخر حاجه معانا الملوخيه، ووضبت لها الطشه بتاعتها. شايفين بقى ما شاء الله كده على الملوخيه. خلاص بقى يلا نكمل بقيه الاكل. دي بقى كانت مكرونه بدل لسان العصفور، يعني ما كانش بقى متوفر لسان العصفور، ان هي كانت عايزه شوربه عصفور، فعملنا مكانها شوربه مكرونه. كده خلاص بقى كنا خلصنا الاكل بتاعنا بقى، ولسه هنكمل بقى ايه الرز بقى هنغرفه برضو كده في اطباق كده اهوت الاكل بقى والعيش. وكان الاكل كده جاهز معانا ما شاء الله كده. من هنا والف شفا. يلا السلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد. بتقولي يا حمزه في الاكل ده ايه؟ الرز المعمر. ايه رايك؟ جامد. قولي له باي. تعالوا بقى اما ناخد بعض كده ايه ونروح كارفور، نسيب شويه الطراوه دول بقى كده وننزل نتمشى ونروح كارفور. شايفين الهوا؟ الله الله على الهوا، الجو هنا جميل قوي.